تعرف ان كان في مهاجم في الاهلي مات مقتول؟ تعال احكي لك القصه دي. اوسو كونان مهاجم ايفواري كان بيلعب في الاهلي، ومن كام سنه مات مقتول في بيته. كونان بدا مسيرته في مصر مع نادي مصر المقاصه، واتالق معاه عشان الاهلي يشتريه في سنه 2012. ولعب كونان مع الاهلي نص موسم ومسجلش غير جول واحد بس عشان يمشي في نص الموسم وينضم للنادي السعودي. وفضل كونان يتنقل بين الانديه من سنه 2013 لحد 2022، وهي السنه اللي اتقتل فيها، من تركيا للسعوديه لسويسرا لفنلندا لمصر تاني مع نادي طلائع الجيش. وفي بدايه سنه 2022 رجع اوسو كونان لكوتيفوار عشان يحتفل براس السنه مع عيلته، لكن اللي حصل انه اتقتل هناك، وده بعد ما مات مسموم. وبعد التحقيق في وفاته اكتشفوا ان اللي قتله هو ابن عمه، واللي حط له السم في الكاس اللي كان بيشربه. وفعلا اتقبض على ابن عمه، ولحد دلوقتي محدش يعرف هو قتله ليه. وبعد ما اتقتل الاهلي نزل نعي ليه ولاسرته عشان وفاته. اوسو كونان لعب مع الاهلي 6 ماتشات بس، وده بسبب انه انضم للفريق في فتره توقف الدوري المصري. وبشكل عام اوسو كونان لعب مع الفرق المصريه 62 ماتش وسجل 20 جول لحد ما اتقتل وهو عنده 32 سنه. انت بقى قول لنا في الكومنتات ايه اغرب قصه لاعب كره قدم تعرفها.